السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ وحلويات مهاجرة. إن شاء الله اليوم غادي نشارك معكم هاد الشوربة ولا صبة ديال الحوت. كتجي زوينة فيها الخضرة. تصلح لكم في هذا رمضان إن شاء الله ولا في الأيام العادية. فبهذه المناسبة كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة. وإن شاء الله نتمنى تبقاو معايا حتى الأخير باش تشوفوا الطريقة والمقادير اللي غنستعمل. فراه ساهله وفي ساعه كتوجد. فدابا هنا عندي واحد البصله كبيره شويه وواحد 4 ديال الثومات. عندي واحد 2 بطاطات صغار، وعندي هنايا 3 المطيشات صغار ومعلقه صغيره ديال مطيشات الحك. عندي واحد 3 ديال خيزويات صغار وشويه ديال القرعه الحمراء. هنا عندي واحد ربطه ديال فيها القزبر ومعدنوس وجوج ورق سيناموسا وواحد العريش ديال الكرافس. بالنسبه للعطريه عندي شويه الزعتر، التحميره، الكمون، الابزار وشويه ديال القزبر اليابس والملحه بطبيعه الحال. فدابا هنا غندوز نحطوا الخضره ديالنا في الكوكوط. هنا نسيت ما قلت لكم الحوت، هنايا خديت واحد الراس ديال واحد الحوته قطعته هكذا على جوج، وهنا عندي كروفيت وواحد الهبره ديال شويه د الهبره ديال الحوت. ممكن تستعملوا اي حوت ولا تستعملوا نوع واحد الا بغيتوا، يعني ماشي شرط انكم ديروهم كاملين. دابا غناخذوا طنجره الضغط وغنديروا فيها المكونات كامله. غندير حتى الحوت، الهبره د الحوت عفوا. غندير غير شويه ديال الهبره د الحوت مع داك الراس في الاول، ومن بعد عاد غنخلي الاخرين حتى التالي. وغادي نقطعوا الكرافس نتاعنا بحال هكذا. بالنسبه للزعتر غادي نديروا غير هكذا شويه ديال الزعتر. الا عندكم التوابل ديال الحوت ممكن ديروهم بلا ما ديروش هادشي كامل. انا ما عنديش، غادي نضيف العطريه اللي مولفه. كندير هنايا شويه ديال الكمون، غير ما نكثروش بزاف العطريه باش هكذا باش الحوت يبقى المذاق ديالو باين. شويه ديال البزار. بالنسبه للبزار ما تبقاوش تكثروه، راه بالنسبه للصبط كيجي حار الا كثرنا بزاف. وشويه ديال القزبر اليابس والملحه وشويه ديال التحميره. وغادي نضيفو الحوت اللي قلت لكم هكذا. غادي نحط 2 طروف وواحد الطرف غنخليه حتى نطحنها. وغادي نضيف الزيت، شويه الزيت ما نكثروش. وغادي نضيفو الماء بطبيعه الحال، الماء يكون طايب. الماء اللي غادي يغطي لنا هكذا الخضره. وغادي نسدو عليها. ما كتاخذش وقت بزاف، 21 دقيقه تقريبا. هكا كما كتشوفوا دابا طفيت عليها. غادي نحيد هذاك الربيع ونحيد داك الراس من الصوبه ديالنا باش غادي ندوزو نطحنوها. غنطحن معها شويه ديال الكروفيت هكذا خضر، غير شي حبات قلال. ممكن تستغناو على هذه المرحله. وداكشي اللي بقى غادي نخليه حتى نطحنها كامله. كما كتشوفوا هكا كتجي. غادي نضيفو الحوت اللي بقى لنا كامل، غنخليه هكاك صاين حتى يطيب، وغادي نفرتو. صافي هكذا راه بدا داك الحوت كيطيب. فهنا غادي ناخذ غير فرشيط ونحاول هكذا
نفرتو غير بالفرشيطه، راه في ساعه الا كان طايب راه في ساعه كيتفرتت. ولا بغيتو تقطعوه من الاول قبل ما ديروه في الطنجره ديالكم قطعوه. انا اغلبيه كندير له غير هكا وكنفتتو، راه كيجي ساهل. فكنتمنى تجربوا هاد السوبه، راه كتجي بنينه. كما قلت لكم ممكن تستعملوا غير واحد النوع ديال الحوت، غادي تجيكم زوينه. وبهكا كنكون كملت السوبه ديالي. نتمنى تكون عجبتكم الطريقه وتجربوها. وما تنساوش ديروا اشتراك الفيديو الا عجبكم، وديروا ابوني بالنسبه للناس الجداد. ورمضان كريم مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.